السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير ولا بخير. سافرت ولا باقي؟ المهم اللي باقي ما سافر كنتمنى ليه السفره زوينه. اللي باقي ما تفرج في الجزء الاول ديال قصه مريم عليه السلام ضروري تفرج فيه عاد يتفرج في الفيديو. يلا نبداو. قال الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هنا سبحان الله جات المعجزة الكبرى واللي عمرها طرات في تاريخ البشرية. في يوم من الأيام كالعادة كانت مريم عليه السلام كتعبد متعكفة كتعبد الله سبحانه وتعالى. فجأة غادي ينزل عليها جبريل عليه السلام، أي جبريل عليه السلام على هيئة رجل. ملي شافته خافت، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هنا مريم خافت من هذا الرجل عادي، حيت هي كانت في واحد البلاصه بعده كتعبد الله، شنو بغى من هذا الرجل؟ فجاوبها جبريل عليه السلام اللي هو ذاك الرجل، قال لها انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. ونشرح لها قال لها انما انا رسول ربك والله كيبشرك بانك غادي يكون عندك غلام، اي غادي تولدي ولد. ردت عليه مستغربه قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. كيفاش غادي يكون عندي والد وانا ما مزوجاش؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. يعني سالت الهضره، هادشي اللي بغى الله سبحانه وتعالى، إذا قال للشيء كن فيكون. سبحان الله، مريم حملات، يا الله شكون هو هذا الولد؟ فحملته فانتبذت به مكان قصيا. مريم هنا بداو كيبانوا عليها اعراض الحمل، خافت من هضره الناس. شكون شافها ولد عمتها يوسف النجار. هنا قرر يوسف النجار يمشي يسولها، قال لها واش نقدر نسولك؟ قالت ليه سولني ولكن ما تتهمنيش. واش كاين شي زرع بدون بذره؟ واش كاينه شي شجره كتنبت بلا مطر؟ واش كاين شي ولد كيتولد بلا باه؟ كيضربها بالهضره. فمريم ما جاوباتوش، مشات جمعات حوايجها وخرجت من ديك البلاصه نهائيا، مشات لواحد البلاصه بعيده. قال الله تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهنا مريم بداو كيجوها أعراض الولادة وهي متكية على واحد الشجرة وهي مقلقة وحزينة. فجأة غادي يخرج لها جنين وهو كيتكلم لها، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. أي الجنين كان كيهضر مع عمو وهو باقي صغير باش ما تحزنش. انطقه الله سبحانه وتعالى قد جعل ربك تحتك سريا، أي دار تحتك واحد الماء فشربي منه، شربي منه. وقال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إعجاز علمي في هذه الآية، خلينا نتأملوا فيها واحد شوية. أول حاجة الله سبحانه وتعالى كيعلمنا حوايج كتار. الله سبحانه وتعالى قادر يحط لها كلشي قدامه، ولكن كيعلمنا نضربو بالاسباب. ملي كتبغي تاكل رطب جنيه اللي هو التمر قال لها ضربي بجذع النخله، يعني نضربي بالاسباب. وهذا درس لينا جميعا باش نبقاو نضربوا بالاسباب باش الله يسهل علينا ويعاوننا في داكشي. هنا المعجزات باقي ما سالاو. الطفل باقي كيهضر معاها، قال لها وكلي واشربي وقري عينه، اي فرحي وما تحزنيش. فإما ترين من البشر احدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني إلا سولك شي واحد ما تدخليش في الموضوع، ما تبقيش تشرحي ليه، ما تبرري ليه ليش، صومي صوم الكلام. قال الله تعالى فآتت به قومها تحمله. وهنا دخلت على القوم ديالها وهي هزة ولدها بكل ثقة. شافوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. اش هاد المصيبة؟ اش هاد الشيء؟ اش هاد العيب اللي جايبه لينا؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هنا ما هدراتش وقدمت إشارة إليه. قال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهنا الله سبحانه وتعالى يخاطبنا: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هذا الطفل هو النبي الله عيسى عليه السلام. القوم والناس اللي كانوا تما سكتوا، عرفوا ان هذه معجزه من عند الله سبحانه وتعالى. لهنا تكون صلاه الحلقه ديال اليوم. ما تنسوش تخليو لي رايكم على قصه مريم عليه السلام، هي فعلا قصه مؤثره. وممكن تكتبوا لي في التعليقات ان قصه بغيتونا نهضر عليها. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.